كالعادة أرحب بمتابعي قناتي أينما كنتم. ألف مرحبا بكم على قناة ذات مصداقية وأخبار حقيقية 100%. تشرفونني كالعادة بالانضمام للقناة. فيديو أصبح منتشرا بشدة على منصات التواصل الاجتماعي، وتأثر العديد منه، وحقا لن تستطيعوا إكماله لأن الفيديو تم توثيقه بكاميرا. يعني عندما يشاء الله أن يكشف جرائم الآخرين، وثقت الجريمة بكاميرا أحد الشباب. الفيديو أصبح منتشرا والتعليقات مؤثرة جدا جدا جدا. يعني حدث في سطيف، ولاية سطيف. لكم أن تتخيلوا فيديو انتشر وبكل التفاصيل لن تستطيع إكماله. أنا شخصيا بكيت ولم أستطع أن أكمله، حيث أن شاب يقود السيارة، ولكم أن تتخيلوا هول الحادثة، يقوم بدهس أبيه. نعم، قام بدهس أبيه دون رحمة ولا شفقة. دهسه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية، ولم يصل لمبتغاه، ولكنه أراد أن يرى روح أبيه تزهق. نعم، الابن قام بقتل أبيه بالسيارة رغم محاولة المرأة وابنها، إلا أنه قتله بكل روح باردة. نعم، في عام 2025 صار الأبناء يقتلون آباءهم. أرداه قاتلا في عين المكان. الأب الذي أمسكه من يده وأخذه للمدرسة وعلمه أولى خطوات حياته. هكذا يكون رد الجميل، وهكذا يكون رد الجميل للوالدين المذكورين في القرآن. فلكم أن تتخيلوا أن ابنا يقتل أباه. نعم، حسبنا الله وكفى. لم أستطع نشر الفيديو. الأب الذي ربى، الأب الذي سهر، الأب الذي أطعم، الأب الذي يشتري الملابس، يقوم الابن بقتل الأب. حقا لا أستطيع التعبير. لم أجد كلمات معبرة، لم أستطع نشر الفيديو لأنه حقا مؤلم. الفيديو بحوزتي، لكنني لم أستطع نشره على قناتي لأنني سأتسبب في تعب نفسية العديد وبكائهم، ولا أريد إدخال الحزن على قلوبكم. فما السبب الذي يدفع الابن لقتل أبيه؟ جاءت عديد التعليقات أن هذا بسبب المخدرات، ولكن ماذا ما عساي أن أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل عاق لوالديه، وفي كل من يأخذ والديه لدار العجزة، وكل من يؤذي والديه ويبكي والديه. فحسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. أعزائي المشاهدين، تستطيعون رؤية الفيديو على صفحة الفيسبوك الجزائر وما أدراك ما الجزائر. ولكم التعليقات. من فضلكم اتركوا للتعليقات حول هذه الحادثة وحسبنا الله وكفى. فما رأيكم في أن يصل الحال إلى أن الأبناء يقومون بقتل أبائهم؟ اتركوا لنا تعليقاتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى. أحبكم في الله. إلى اللقاء.